هلا هلا من السويس. لما تروح السويس ما تروحش تسأل عن السمك، اسأل عن هتتفسح فين. كنتوا تعرفوا ان المدينة اللي بيمر من خلالها اكتر من 12% من التجارة العالمية يوميا مش مجرد محطة عبور؟ السويس المدينة الباسلة ومهد قناة السويس، هي كنز حقيقي. تعالوا نكتشفه مع بعض. وهنبدأ جولتنا بمتحف السويس. المتحف بيضم 2500 قطعة أثرية، منها تماثيل ولوح قديمة وزخارف زي الحلي والمجوهرات المصنوعة من النحاس والذهب. عايزة أقول لكم عرفت معلومة رهيبة واتفاجئت إن هي موجودة في متحف السويس. كسوة الكعبة قبل ما السعودية كانت تعملها كانت بتتعمل في مصر، ودي نسخة مبدئية أولية من النسخ اللي كانت بتتعمل في مصر وبتتصدر أو بتروح للسعودية. طبعا دي معلومة لناس كتير المفروض يكونوا عارفينها، بجد يعني شيء مبهر. المعلومة دي في ناس كتير من قدام شوية عارفينها، بس مش كل الناس يعرفوها إن هي بتتعمل في مصر سنة بأيادي مصرية. ودي كانت يعني شايفين التفاصيل يا جماعة، شايفين الجمال. طبعا شرف لينا أو لمصر إن هي تعمل حاجة بالقيمة والقامة دي وموجودة في السويس. يعني أنا حبيت عرفت ده وحبيت أعرفه. تعرفوا إن السويس بتقع على رأس خليج السويس، وهي أكبر المدن اللي بتطل على البحر الأحمر، واتسمت قناة السويس على اسم مدينة كانت تسمى زمان القلزم، واسمها القديم كان كاليسما، ولقبت بمدينة الغريب نسبة إلى سيدي الغريب، وكان من أعلام الصوفية. وفي حكايات شعبية بتقول إنه فجر بئر سيدي الغريب لإنقاذ أهالي السويس من العطش في حصار حرب أكتوبر 73. اتسمت برضو بلد الغريب لأن معظم سكانها جايين من خارج البلاد. قدام في السخنة قدام فندق بورتريه. المنطقة دي موجود فيها مجموعة كبيرة. البعثة الفرنسية عملت سيرش هناك ولقينا فيها مجموعة كبيرة قوي من الأفران. الفرن ده نموذج للأفران اللي كانت هناك. تقع السويس شرق دلتا نهر النيل على المدخل الجنوبي لقناة السويس، حدها شمالا الإسماعيلية وجنوب سيناء في الشرق والقاهرة في الغرب. عدد سكانها في حدود 800 ألف نسمة. محافظة السويس فيها 3 مواني، ميناء الأدبية وميناء السويس وميناء السخنة. حقيقي السويس جمال يتجاوز التاريخ. هلا هلا بالسويس، أرض الأمجاد والتاريخ، أرض كل حاجة تشهد بعزة جنودها وشعبها ومدى حبهم ليها، فهي السويس. لما نتكلم عن شعب حقيقي كافح كتير قوي عشان يبني البلد دي تاني ويأسس ليها تاريخ من أول وجديد، فهي السويس. اللي نعرفه عن السويس إنها بلد صناعية وقوة اقتصادية جامدة جدا. استعدوا معانا لاكتشاف وجهة سياحية جديدة. لما تروحوا السويس لازم تروحوا نادي الضباط وتاخدوا أحلى فنجان قهوة على أحلى فيو على البحر، وهتشوفوا اليخوت والشمس تحفة والجو جامد جدا في عز الشتاء. غير إنكم إن انتوا هتشوفوا خط بارليف من النقطة دي، بجد تاريخ. وقدام النادي على طول القصر الجميل ده، وجواه أحلى كافيه جوه وبره، قاعدة تجنن في الشمس والفايبس والأماكن الجميلة دي. ورحنا حديقة الفرنساوي اللي من أهم معالم السويس، واللي فيها شجر قديم جدا المفروض يعتبروه آثار. حديقة جميلة وهادية ومشمسة، تقدروا تعملوا فيها بيكنيك مع أصحابكم. وبعد كده رحنا الحي الفرنسي اللي حقيقي أثر قلبي، كنت عايزة أعيش هناك من جماله. وطبعا لما نجوع جدا لازم نقول يلا سمك. رحنا كنا من عند أسماك السويسي سمك يجنن، وتمشينا في شوارع السويس الجميلة وقت الغروب. تعرفوا ان كل مكان في مصر الغروب فيه ليه شكل مختلف، وكان مكان اقامتنا في شاليهات بورتوفيق ده الغروب من هنا. مجمع السينمات حقيقي في مجهود عظيم هنا وتطور جامد جدا. ده مجمع السينمات هناك، سينما كبيرة جدا وضخمة تستوعب اكبر عدد ممكن، وفيها كل الافلام، كمان ده غير الكافيهات اللي موجودة. هلا في تقريبا كل انواع الكافيهات والمطاعم في الممشى ده، وفي كمان الناحية التانية لسه هنروح نشوف الدنيا. السويس حلوة يا جماعة، تستحق. مشينا في ممشى النخيل وممشى أهل السويس، في كل الكافيهات والمطاعم اللي ممكن تتخيلها. العجل هنا بشكل مختلف بجد عسل قوي. يعني في ده للأطفال عشان ما يقعوش، وفي ده جزء منا ركبوا عجل وجزء منا راحوا يلعبوا كورة، والباقي قاعد يشرب شاي على الكافيهات اللي موجودة هناك. أكل بطاطا وأكل هدوء. أحلى كوباية شاي على الكورنيش. هلا صباحكم فل من السويس. عايزة أقول لكم يا جماعة مفيش أحلى من إن احنا نصحى الصبح، ده الفيو بتاعنا من الشارع. حقيقي السويس بلد جميلة وهادية، سامعين صوت البحر. هلا هلا صباحكم زي السكر. طبعا احنا لابسين فورمال عشان هنقابل محافظ النهارده، بس
جينا نفطر الأول بجد حاجة تشوف. حقيقي شكرا للسويس ان هي دعتنا نشوف جمالها، حصل فيها تطور مذهل يستحق ان احنا نروح نشوفه. بنستعد حاليا، هنقابل محافظ، هنتكلم في سبل تنشيط السياحة في السويس وايه الأفكار المتاحة اللي ممكن نقدمها عشان ننشط المكان الجميل اللي فيه abilities وفيه سبل كتير نقدر نستثمر فيها، نقدر نستثمر في البلد، مش بس تنشيط سياحة، في مجالات كتير. السويس جمال يتجاوز التاريخ. 30,000 بيت ملهمش علاقة بشاطئ السويس. شاطئ السويس زي ما هو ب5 جنيه تذكرة. السويس رحنا مزار عيون موسى العسكري في الجيش الثالث الميداني، وحقيقي انبهرت باللي شفته. وضوء توفيق حتى الأماكن المقدسة والمنازل السكنية طالها هذا القصر. عاشت مصر كلها تترقب يوما تمحو فيه هذا الألم ويستعيد أبناؤها الأرض والكرامة. وفي صباح 6 من أكتوبر عام 73 جاء اليوم المنتظر وصدر القرار التاريخي، قرار تحرير الأرض المغتصبة. السويس المدينة اللي قطعت طريق الجيش المعادي لوصوله للقاهرة أثناء حرب أكتوبر، وفشلوا في احتلالها لمقاومة أهلها الشجعان. تسمى بمزار عيون موسى نسبة إلى آبار سيدنا موسى عليه السلام، والتي تبعد عن هنا حوالي 2.5 كيلو تقريبا. النقطة هنا هي إحدى 36 نقطة أنشأتها قوات الجيش الاحتلالي الإسرائيلي عام 1967 على امتداد القناة لتأمين خط بارليف. النقطة هنا ونقطة تبة الشجر في الإسماعيلية هم أهم نقطتين في ال 36 نقطة كلهم. طب ليه؟ لأن نقطة تبة الشجر في الإسماعيلية هي مركز قيادة الجيش الإسرائيلي، والنقطة هنا تشرف على مدينتي السويس وبور توفيق وجبل عتاقة وميناء دبية وخليج السويس، كما أنها تشرف على الطريق المتجه من وإلى جنوب سيناء. النقطة هنا محاطة بنطاقين من السلك الشائك ما بينهم 3 حقول ألغام، ألغام نضج الأفراد والغام نضج المعدات وخليط بين اللغمين. مؤمنة تأمين جوي النقطة موجود فيها 4 نقط مراقبة، كل نقطة موجود فيها رشاش ميم طه ميم مضاد للطائرات المنخفضة. الرشاش ده مدى 6 كيلو بري و4 كيلو جوي. دلوقتي هندخل الدش من قائد الموقع. احنا في الموقع اللي بيحكي قصص حرب 73 المجيدة. ده كان مقر قائد الكتيبة بتاعهم، ودي كانت الأسلحة والذخيرة واللبس اللي كانوا بيستخدموه، ودي كانت الممرات اللي كانوا بيقدروا يضربوا منها علينا. وعشان يخلوها صامدة وما تقعش كانوا بيستخدموا فيها حجر الجبال القوي جدا بتاعنا والرمل والخيش اللي انتوا شايفينه. وده مدفع أبو جاموس، وتعرفنا على النقطة الحصينة للعدو، بس قوة قيادتنا وجنودنا وانتصارنا المهني خلت بلادنا ترجع لنا تاني سالم. صغير ورشاش خفيف للافراد. دول القائد. ده موقع كان اسرائيلي. ايوه انا فاهمه. كانوا واخدينه مننا لما احنا 73 انتصرنا خدنا بقى الحاجه المقتنيات بتاعتهم عملوها زي القصاب كده هم خدوها من ليهم حق يسموها المدينة الباسلة. ياسينا بتلعب بدل. مينفعش تروحوا السويس من غير ما تحضروا حفلة السمسمية، حقيقي تاخدوا القلب، والفرق الغنائية كمان مختلفة وبتقدم لون غناء أصيل. وبعد كده رحنا فطرنا فطار عالمي من عند منصور. قصة تعيش إلى تنتهي. السويس بقت مشهورة بالفطير يا جماعة. انا ومستر محمد منسى عشان الشيخ محمد منسى. الشباب مطلعين غريبة يا جماعة. لو رحتوا السويس ما تنسوش تروحوا تفطروا هناك، أحلى فطير يا جماعة، حقيقي يخطف القلب. بعد كده طلعنا على شط السويسة الرمل الجميل، وهو شط عام ودخوله ب5 جنيه بس. تخيل تنزل المية وتشوف منظر السفن واليخوت الجميلة دي. وطبعا ما ينفعش نروح بلد غير ما نلف في شوارعها ونشوف جمالها على الطبيعة. ده كان كمان كورنيش يا جماعة السويس، شفتوا جماله. وده بيت المساجيري من أقدم بيوت السويس، ويعتبر من المعالم المهمة اللي ما ينفعش تروح السويس من غير ما تزور. مين زيي لما بيشوف الأماكن دي بيحس إن هو بينسحب جوه يا جماعة فيلم ابن حميد وكان متصور في البيت ده في السويس، لما قالت له خلاص تنزل المرة. الدعوة دي ليك، ما تفوتش التجربة دي. السويس مش بس طريق ملاحي، لا دي وجهة سياحية هتستمتع فيها بجمال شواطئها وهتنبهر بتاريخها. لازم تعيش التفاصيل دي بنفسك، تستمتع بغروب الشمس على خالجها وتاكل أحلى سمك طازة واللي طعمه يجنن ومسكر. وكمان زرنا قلعة محمد علي، وبعد كده رحنا صلينا الجمعة في مسجد بدر اللي كان على البحر على القناة. وطول ما احنا ماشيين كنا بنشوف جمال القصور والبيوت هناك، بجد تخطف القلب. هلا
وده مدخل قناة السويس اللي حقيقة هتحس فيه بعظمة الإنجاز الهندسي والمجهود اللي اتبذل من أجدادنا. إيه أول منطقة في السويس هتحب تزورها، العين السخنة ولا متحف القناة؟